سنقف على رأيهما حول ما إذا كانت التحولات التي تطاول الرواية العربية واللبنانية ضمنا سواء لجهة الكم أم النوع أو الشكل، سواء أنه هذه التحولات أو التضخم اللي يعني حط عنوان هي إرادية حقا. صحيح أن الإقبال المتزايد على الرواية كجنس أدبي بات لافتا ولا سيما منذ تسعينيات القرن الماضي، حتى أن الناقد الكبير الدكتور جابر عصفور خصص له كتابه المعنون بزمن الرواية صدر 99 ودرج الكلام من ثم على عصر الرواية وما شابه ذلك من توصيفات أو ألفاظ أو عناوين. لكن سؤالي، هل يقتصر الأمر على الرواية فعلا؟ ألا نلحظ في مجال الأدب تضخما في النتاج الشعري مثلا، أو في كتابة السير والمذكرات والخواطر والأعمال الأدبية الأخرى غير المحددة بجنس أدبي معين؟ وحتى خارج الأدب، ألا نلحظ في زمننا الرقمي بامتياز زمن الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي تضخما في الكتابة الحرة التعبيرية أو الصحفية إنتاجا واستهلاكا، مع كم من النصوص والصور والنكات والأفلام وإلى ما هنالك. زمن أصبح كل مواطن فيه أو شعاره كل مواطن صحافي، الشعار الذي انسحب على سائر الأنواع التعبيرية والكتابية، حيث بات أي مواطن عادي قادرا على الإسهام في نقل ما يريد نقله أو التعبير عما يريد التعبير عنه من دون الوقوف عند مهاراته أو عند المعايير الاحترافية أو معايير الخبرة أو الكفاءة أو الحس بالمسؤولية حيال ما يقدمه أيا كان نوعه، نصا صحفيا، شعريا، روائيا أم غير ذلك. باختصار نقول، هل يقتصر أمر التضخم على النتاج الروائي أم نراه يطاول كل شيء في زمن الشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل من تويتر وفيسبوك وإنستغرام وما شابه، حيث تنجح هذه الشبكات والمواقع على الرغم من كل الفرص التي أتاحتها بحسب الفيلسوف الكندي ألان دونو في ترميز التافهين، أي تحويلهم إلى رموز. أما هلا أنا في صدد يعني انتقاد أو أنني أطرح تساؤلات تحفيزية للحوار مع الناقد والروائية العظيمة، جملة تساؤلات لا أكثر، لأنه لقيت أنه العنوان يعني شوي يثير النقد. أما عن مسألة الهروب من الواقع، الجزء الثاني من العنوان، فهل إن هذا التعبير صحيح؟ أم إن الأمر هو كما وصفه الروائي والناقد والفيلسوف الأرجنتيني إرنستو ساباتو بقوله إن الأدب ليس هروبا بل هو الشكل، ربما الشكل الأكمل والأعمق لفحص الظروف الإنسانية ودراستها، ومعتبرا والكلام لساباتو أن الرواية هي شكل من أشكال فحص الضمير الإنساني. الروائية علوية الصبح يعني بكلمتين، صحفية وروائية لبنانية، حررت القسم الثقافي في أوسع مجلات المرأة العربية انتشارا في ثمانينيات القرن الماضي، وهي مجلة الحسناء التي أصبحت الأستاذة علوية رئيسة تحريرها في العام 1986، وأسست أوائل التسعينات سنوب الحسناء. شاركت علوية الصبح في مؤتمرات وندوات ثقافية في أنحاء العالم، فضلا عن استضافتها في الكثير من البرامج في الفضائيات العربية المختلفة. الكلام للأستاذة علوية. مساء الخير مع الزميل، ما في يعني أكثر. مساء الخير، شكرا للنادي وشكرا للصديقين العزيزين الكبيرين أيضا، الناقدين الأجمل
ليس في لبنان فقط وإنما في العالم العربي. شكرا لكم على المشاركة في هذه الندوة. قبل أن أقرأ كلمتي التي حاولت أن أكتب فيها ماذا أكتب وعلاقته بالواقع، أريد أن أشير إلى أن هناك مبررات كثيرة لانتشار الرواية العربية. كما أعتقد في زمن التحولات الكبرى لا شك تتنامى الرواية، بحيث أن الكثير من الناس يودون أن يحكوا أو يرووا حكاياتهم. عدا عن أن الرواية في الغرب هي الفن الأكثر تداولا، وهذا ما أثر على الإنتاج العربي واللبناني. إضافة إلى ذلك الجوائز العربية التي شجعت الشبان والكتاب على الرواية، حتى أن الكثيرين من الشعراء لجأوا إلى الرواية، بعضهم نجح والبعض الآخر لم ينجح. هناك تضخم نعم، ولكن بالنسبة لي ليس الأمر بالشيء السيء، فالذي يبقى هو الأدب. هذا بالنسبة لي، يعني ما هي علاقتي بالواقع؟ بس الصوت هيك منيح؟ ارمي على الميكرو وانت عندك عرض الميكرو لجوج. هيك؟ كثير هيك. ليست الرواية عندي هروبا من الواقع أبدا، ولا تشكل لي هاجسا لتغييره. السؤال عن التغيير ربما يتعلق بمدى فاعلية الفن والثقافة، وطبعا المؤسسات جميعا. أي ثقافة نقدم، هذا الأمر يتطلب نقاشا آخر. الحقيقة أنني أكتب كاستجابة فنية وإنسانية لنداء داخلي لفهم الواقع وللتعبير عن شخصيات تسكنه. نداء لا يبحث عن يقين أو عن خلاص، وليس له رسالة سياسية أو غيرها، ولا الحكاية تسير تحت خيمة أي شعار، إنما الأفق المفتوح على مدى التعبير الحر. يقلقني سؤال: إذا ما كان اليأس من الواقع، العزلة، الوحدة غذت خيالي لبناء عالم من لحم ودم وخيال يحميني من هذا الواقع الشرس. لا أكتب كحالة تعويضية عن خسارات ما أو وسيلة للشفاء كما يلجأ إليها البعض، فأنا طوال الكتابة أمرض حقا. أكتب عن كل ما يجذبني للكتابة أو يصدمني في الواقع، وربما الصدمة به يكون عملا خلاقا أحيانا حين يضيء على حيوات الشخصيات، حتى تلك المهزومة أو المأزومة أو الخائبة. كل ما أؤمن به هو أن الفن المنزوع من الحياة هو فن مقتول وقاتل أيضا. لست أكتب عن كل ما يجذبني للكتابة أو يصدمني في الواقع. لست من سلالة أهل الغرب ولا اليقين الكتابي والحياتي، أو أستخدم الأدب لأفكار مسبقة جاهزة. هذا بالتأكيد ليس مختبر الفن ولا هواجسه عندي، إنه انزياحي عن الأدب المؤدب بين quotations
الذي يغلف الواقع بإنشاء فضفاض ويغلف حيوات الشخصيات الحقيقية كما الواقع. إنه انزياحي عن الخطاب الإيديولوجي والأفكار الجامدة التي تحرض الشخصيات كما السرد واللغة وتنتج أدبا ميتا. انزياح عن الأدب الذي يعلم الصور ويحفظها بصورة نمطية عن المرأة أو الأمومة أو الجسد أو الحب أو الذكورة أو الأنوثة وكل ما يتشكل من هذه الصور المستهلكة التي نجترها كثيرا في الأدب. الحقيقة أنني لم أكتب يوما لأني أعرف وصدقا، بل لأستكشف عالم الروائي وأعبر عنه بدون أي مواربة أو أقنعة لغوية. جابهت الواقع، نعم، العنف، الكراهية، قمع النساء، المجتمع الذي دمرته الحرب القذرة، الخطاب الديني المتطرف دون أن أقع في الخطابية. قاربت حتى تيمة الهوية في رواية الأخيرة افرحي قلبي بشكل مغاير عن كتابات الكتاب الذكور. نعم، جاهرت رواياتي بكل ما هو مخبوء وحقيقي ومحجوب في الأدب. أكتب بصدق دون أن أكترث سوى لما هو تعرية الذات. نعم، هجست بالمجابهة تعرية الذات والمجتمع، السلطات أيا كانت هذه السلطات، دينية أو اجتماعية أو ذكورية، القامعة لحرية الإنسان، وخرائط علاقاتنا المدمرة، وسلطة الخرافات والأفكار المغلوطة التي ترعبنا وتحثنا على الخوف من الحياة، من الآخر، أي آخر، من الحب، من العدالة. أنبش الوجع وأمجد الحب والحياة. لم أغلف العنف والكراهية وأخفيهما في أدب أسميه النظيف الذي يدير ظهره لمشاكلنا الحقيقية والإنسانية. ولا أدعو الشخصيات المأسورة أن تفك أسرها، ولم أحاول تسريب غضبي في الأدب ليقال عني أني متمردة كشعار المستهلك. لا، التمرد ادعاء ما لم يكن تمردا على الأنماط الكتابية السائدة وكشف مجتمعنا الحقيقي. الشعارات تقتل الأدب، التعبير يكون في إنتاج إبداع حقيقي مع متعة فائضة للقراء. لست معنية سوى أن أعبر عما لا يعيق الفن. ليس هاجسي سوى الكشف والمعرفة الفنية والإنسانية وبناء عالم روائي يضخ بالحياة ويسوق نفسي إلى حريته. الرواية سرد يبنيه الخيال الذي يضيء الواقع ويرفع أسئلته عليه عبر كشفه. ليس هاجسي أن أحرض على الحرية، هاجسي أن أكسر الحدود بين الفن والحياة. ثمة أسرار كثيرة بي أجهلها حول لماذا أكتب عن الواقع أو غيره، لكني أعرف أن الكتابة كينونتي. هويتي الذاتية وسواس مؤلم وممتع. إنه الشغف الذي يتملكني كلي، وسواس الفن الذي يقودني أحيانا إلى ما يبهر ويدهش بالمعرفة الفنية والإنسانية، لكنه أيضا يقودني إلى حد الانفجار أثناء الكتابة. الرواية ليست إخفاء عن آلام البشر أو حيواتهم الحقيقية. تجربة حقيقية واحدة في القراءة قد تعلمنا أشياء كثيرة، وربما تجارب أبطالي نتعلم منها ما تكشفه قصصهم
قصصهم وقصصهم. أنا نفسي أتغير بين رواية وأخرى، وربما تغير القارئ بالتأكيد من معرفة ما لا أدري. زيتو ولا كافيين؟ كفى أكيد مثلا. بالطبع حين تقارب الرواية الحياة لابد وأن تطرح إشكالات كثيرة، والرواية بالنسبة لي عالم واسع مليء بالتناقضات والصراعات والتجاذبات. هي تستجيب دائما لكل الأفكار التي تأتيني حين أكون مستغرقة في ملاحقة حيوات الأبطال وخلقها. يقلقني التعرف إلى حيوات بطلاتي وإلى عوالمهن وإضاءة خباياهن وعلاقاتهن ولملمة نثار ذكرياتهن وكشف المكتوم في أعماقهن وإعلاء أصواتهن المكمومة في روايات، لكني لا أفعل ذلك انطلاقا من أفكار مسبقة. الكتابة تستنتج الأفكار، ولكن ليس بشكل خطاب جاهز، وإنما من خلال ترك الشخصيات تتحرك في الحياة لتقربها الرواية وتصير قريبة منها. ودون وعي مني رحت أهجس بأصوات النساء وتجاربهن وذاكرتهن أو حتى هزائمهن، كما لو أني أهجس بالقول إن إعلاء أصوات النساء وتشكيل ذاكرتهن في الكتابة يبدأان بالشك في النمط الذهني، في النمط والذهن الجاهزين، وبكشف المستور وتحرير الذاكرة الكتابية من صنميتها لينفتح القول على طرائق تعبيرية خلقها محاولة الكشف عن المضمر والمحتمل وتحريره من سجون قوله وطرائقه الكتابية والإيديولوجية. وبوعي مني سعيت إلى توليد الكلام حيث القلم رحم أنثوي يضمر فتنة خاصة وولعا شديدا بقدرة مؤنث الكتابة على السلب. نعم، حلمت برائحة الحياة في الكتابة، وأردت حيزا كتابيا مفتوحا على الحرية وعلى مسرح الحياة ومشهديته لخرائط علاقاتنا المعقدة والمستورة، وأن أذهب بتلك الصورة إلى المعنى القابل للتشكيك والخلخلة والتماري داخل اللغة والشخصيات. والحقيقة أني تنصرت لجنس الكتابة دون أن أنسى هواجسي في التعبير عن جنسوية من أكتب عنهن وعن خصوصية تعبيراتهن وأقوالهن بلا خطاب أو إيديولوجيا. وهذا ما جعلني أعلي أصوات الشخصيات وأقوم برحلة اكتشاف لعالمها وعالم النساء الموعودات بالخوف والجهل والعنف والهزائم والإلغاء والوحشية والانغلاق على الذات في آبار سحيقة تحبس الجسد والروح بالخوف من الآخر ومن الحياة والرغبات. آبار تجعل الروح والجسد في أماكن قصية ومحرمة ومظلمة، وكل هذا تطلب مني الذهاب إلى ما هو حقيقي ومتبأر ومسكوت عنه، بحيث بدا لي ما هو تابو عاديا وملتصقا أشد الالتصاق بتفكيك الشخصية وفهمها وفهم علاقتها بذاتها وبالآخر، أي يعني أقصد الجسد حتى والجنس. وملتصقة أشد الالتصاق بتفكيك الشخصية وفهمها وفهم علاقتها بذاتها وبالآخر بل بوجودها، وملتصقا أشد الالتصاق بحيوات الناس وذهنية المجتمع، علما أن الجرأة لم تكن هاجسا أو هدفا يحرك العمل بقدر ما كانت حرية الكتابة وفنيتها هما هاجس الأساسي. وبهذا المعنى لم أقارب تاريخ الأنوثة الحافل بالقهر انطلاقا من هاجس البحثي
ولم أتوسل من خلال الرواية حرية المرأة مثلا، أي توظيف الكتابة لغير أغراضها، لأن الكتابة بحد ذاتها هي فعل حرية يحوي أغراضا عديدة لا تحدد مقولة أو خطاب أو فكرة. إن تعدد أصوات النساء هاجس أساسي عندي. أجد نفسي وأنا أتنقل في السلب بعفوية ويسر، أمازج مع أني حاولت ما هو حقيقي في شخصياتي جعل قرائي نساء أو رجالا يجدون أنفسهم في الرواية ويتمالون مع البطلات والأبطال، وأنا نفسي كأنني أصير كل واحد منهم وأنا أكتب، أتقمصهم خلال الكتابة إلى حد أنني أنفصل عن الواقع خلالها، وليتحولوا هم إلى عالم حقيقي، أصير أنا هم وهم أنا. هذا الفعل التقمصي يستدعيني لأعيش وأحس وأتفهم حيوات ومشاعر وسلوكات الشخصيات. ربما هذا سر من أسرار الكتابة الروائية عندي. وفي كل مرة وفي كل رواية ومع كل صوت نسائي كنت أحاول أن أعبر عن عالم النساء وأدوارهن المختلفة، أي الأم المقموعة أو القامعة، المستبدة أو المستبد بها وإلى ما هناك. وفي كل مرة أحاول أن أفهمهن وأستكشفهن وأتعلم منهن كيف يجب أن أحكي حكاياتهن حتى يحق لي أن أحكيها. هذا الحق يبقى ادعاء للكاتب، وربما الأصح هو وهم لا يستطيع النجاة منه ما دام هو يروي الحكايات. وفي كل مرة وفي كل رواية مع كل صوت نسائي كنت أحاول أن أعبر عن عالم النساء وأدوارهن المختلفة، أحاول أن أفهمهن وأستكشفهن وأتعلم منهن كيف يجب أن نحكي حكاياتهن حتى يحق لي هذا أن أحكيها. إن حرية أصوات الشخصيات شرط لكي لا تتحجر في أقوال القول الاستهلاكي المعمم، ولكي نبعد ثقل تنميط النساء في الكتابات الذكورية. مع أصوات النساء الحقيقية نتعلم النطق واللغة ولا نتآكل في خرس الموت. هي ما يجعلنا متحولين في كل لحظة نمتلكها، متغيرين بألواح جديدة ومرايا جديدة كاشفة للذات والآخرين. حرية الشخصيات كي تزيح السلطات القامعة للأدب الحي، ولكي تحرر الذاكرة الكتابية من صنميتها ونمطيتها، وأن نجاهر بحقنا الإبداعي في التعبير. فأن نقرأ نصا حرا مبدعا يعني أن نتغير ونصبح قراء أحرارا، لأن الأدب بهذا المعنى يحرر. ولست من القائلين بأن الأدب يبقى أبكم في إجواء الاستبداد والقهر وانهيار المجتمع أو غيره. نعم، أنا في كتاباتي مهجوسة بحلم الحرية لكل المقموعين والمقموعات. الحرية لأنها ليست ملكي وحدي، وإنما لكل الناس ولأبطالي كما الكل. ويبدو أن
حسب ما شرحت لكم أن كتابة لديها هي شغف حقيقي، وتتفقين مع صبارو في أنها هي فهم للحياة وللظروف الإنسانية. ننتقل الآن إلى الناقد الدكتور جورج دوروليان. تعريف بسيط: ناقد وباحث وأكاديمي وكاتب لبناني بارز، اشتهر بعمله الأكاديمي وبكتاباته النقدية ولا سيما في مجال الرواية، حيث نشر مقالات وأبحاثا عدة في مجلات وصحف مرموقة، وشغل منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البلمند في لبنان. له مؤلفات بارزة منها كتاب البحث عن معنى قراءات في الرواية اللبنانية، وكتاب الهويات المختلفة محاولات لدراسة الهوية وهوس الأصول الصادر بالفرنسية، والصادر أيضا عن منشورات جامعة البلمند. إليك كلام الدكتور. قبل ما نبلش أولا بدي أشكر عودة النادي البيروتي العريق لنشاطه. وكنا أصلا رواد النادي بالستينات وشوي السبعينات. بعدين تلخص القصة مع الكتاب. العودة إلى نشاطه وبقيادة كمان أحد مناضلي الحركة الطلابية في الجامعة اللبنانية حسن النيمي. منذ ذلك الحين سلك الشاب النيمي طريقا أكاديميا نقابيا إداريا وسياسيا. فمن طالب حاز في جائزة تاريخ من الجامعة اللبنانية، ثم الدكتوراه في الاختصاص نفسه من جامعة السوربون الفرنسية، إلى أستاذ في قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية، ومناضل نقابي في صفوف رابطة الأساتذة المتفرغين، إلى مدير لهذه الكلية، وأخيرا وزيرا التربية. يعني أتمنى هذا تنوين من صديق لصديق، ما أكثر من هيك. أتمنى الهيئة الإدارية للنادي الثقافي العربي وللصديق العزيز الدكتور حسن النيمي كل المجال والتوفيق في نشاطهما الثقافي ومهمتهما الإدارية، وأشكرهما لدعوتي للمشاركة. هلا لنعد إلى إشكالية تضخم أو هروب. طبعا موافق مع كل شيء قلته دكتور رفيف عن العنوان عن الإشكالية. أنا معي، يعني أنا ريحتيني وهي كمان ريحتني لأنه أنا طالع ضد فتبين أنه واضعي هالعنوان أو هالإشكالية هن كانوا عم بيستجلبوا النقد، مش عم بيعطينهم هن مقتنعين انه في تضخم. هلا بدي احكي بقضية التضخم. طبعا التضخم هون كمان حكى شيء بيخفي كانه في تراجع لجنس اخر من الادب. في تضخم الروايه، في تراجع الشعر. الإحصاءات هذا الإحصاءات. فأعتقد هل هناك فعلا السؤال، هل هناك فعلا تضخم في الإنتاج الروائي اللبناني والعربي؟ هلا القلبي أنا كانت العربي اللبناني، أنا رايح اللبناني والعربي لأنه نحن عم نشتغل بلبنان. على كل حال إذا نقرأ كمان نعمل مقارنة بين الإنتاج أو تاريخ الأدب في البلاد العربية كله، كان بالعراق ولا بمصر ولا بلبنان ولا بسوريا، مرقوا بنفس المراحل وتأثروا بنفس التيارات.
يعني الحداثة بلشت بمصر وبلشت بلبنان وبلشت بسوريا، فما كثير مختلفين، الروايات تختلف بس التيار هو نفسه. إذا أعتقد في أن حجم المنتج الروائي وإن تجاوز اليوم حجم الإنتاج الشعبي فهو ليس من الضخامة التي تجعلنا نصفه بالهروب من الواقع بغية التحويل. فتقدم المنتج الروائي على المنتج الشعبي ليس ظاهرة لبنانية أو عربية، بل ظاهرة عالمية. صحيح. فمجرد نظرة سريعة على الإنتاج الروائي في العالم تؤكد لنا أن الرواية تتقدم بأشواط على الإنتاج الشعبي. لهذا الفارق أسباب ومسوغات مختلفة قد نتطرق لبعضها في يوم. لم يعد التقسيم التقليدي للأنواع الأدبية شعر، سرد، مسرح ينفع لفهم الحالة الأدبية. التقسيم هذا المثلث مثال عندنا عقدة الثالوث في المنطقة، في الثالوث المسيحي، في ثالوث بلبنان اللي عشنا عليه فترة وبعدنا عايشين بتصور، وفي الثالوث الأدبي أو يعني في شعر، سرد ومسرح. لا نطلع منها في توجه نحو التوحيد. إذا صارت الكتابة بمندرجاتها هي النوع الجامع. يعني في كثير من الروايات في مقاطع شاعرية كثير، فيها موسيقى وفيها إيقاع، وفي مرات وقت بيقلدوا بعضهم الأدباء بيقلدوا الإيقاع. مثلا أحد الروائيين الفرنسيين الجداد، يعني تقول الرواية الجديدة، جرب يقلد مقدمة سلامبو تبع فلوبير. شو قلد؟ قلد الريتم، قلد الإيقاع، إيقاع المقطع. ما قلد، ما جاب نفس الكلمات، لا بس الإيقاع نفسه. فبالتالي صرنا هون ب الكتابة هناك نصوص نثرية تقترب من الشعر، والعكس صحيح، تقترب من النثر مش بالمعنى السلبي، بالمعنى الإيجابي. إذا وبما أنني لم أقتنع هذا التفكير مليا بفكرة تضخم الإنتاج الروائي، أنا رأيي ما في تضخم. قررت أن أوجه مداخلتي نحو واقع الرواية اليوم والتركيز على بعض وجوهها عنها. إذا لنعد إلى البدايات، إنه نحكي نحن عن الرواية. بالبدايات بمعنى أن كانت القصص تروى شفاهة، وكانت لها وظيفة اجتماعية ومعنوية ودينية، وكانت الرواية مهنة يتوارثها الرواة أبناجات. قد يحدث أن يزيد ناقل القصص أو يعدل مقاطع أو فصولا أو جملا أو تعاليم، وهو يروي ما اختزنته ذاكرته. وغالبا ما كانت الصفحات هذه القصص أو السير تكسر من دون أن تبلغ الحبكة نهايتها، فتكبر، والانتقال من راوي إلى آخر بيزيد مقاطع بغير. فبعرف انه مثلا الحكواتية، كل حكواتي عنده كمان تاريخ. انا هيدي بعرفها على الاقل من حكواتية اللي كانوا بشارع بسطة، عند البسطة بالقهاوي، كنا نمرقوا هيك بنشوف حكواتي قاعد لابس الانفاس العصاير وعم يخبر بطولات
دكتوراه عندها وغيره. فكان في نفس القصة عم تتخبر بكذا قهوة. إذا على كل على أن في أساس النوع السردي كان بلبنان أو بالمنطقة العربية أو بالعالم أو العالم من أهم واحد. في أساس النوع السردي تراث أدبي ضخم هو الإرث الملحمي الإغريقي. بدون الإرث الملحمي الإغريقي نحن ما عندنا شيء. من ملاحم هوميروس بالقرن الثامن قبل الميلاد إلى روايات بلزاك في القرن التاسع عشر، من السير الشعبية العربية في العصر المملوكي إلى روايات نجيب محفوظ في منتصف القرن العشرين، مرورا بأشكال بسيطة متعددة البنى والملامح والمضامين والوظائف، انتقلت القصص من الشفاهة إلى الكتابة، من البداوة إلى الحضر، من الحركة إلى الثبات، من الحيوية إلى الجنون، من الكلام الحر الطريق إلى الأدب المقيد بقوانين وأنظمة. قبل كنا نقدر نعمل اللي بدنا إياه ونغير ونشيل ونحط بين الليل والضحى، بينما مع الكتابة خلص تثبت. من هون في كذا نسخة عن حتى بفرنسا عن بعض قصص البيتي شافرون روج. في اثنين، في قصتين، في قصة مخبرة بيرو، في قصة مخبرة جريم. هلا بيرو بتموت فيها شافرون روج، بينما جريم لا، بتطلع عيشة وبقت أغنى للتحليل. على بمعنى انه عم نحكي عم ننتقل نحن من الحياة للموت، إذ يشكل انتقال القصص الخيالية إلى التدوين الكتابي إذانا بموتها كقصص وولادتها كأدب. إذا بدهم يكملوا بروحهم كاملين ما في أدب. الأدب هو موت الشيء الفطري. في العالم العربي عرف هذا النوع السردي تطور له من أعمال ابن المقفع ودمنة ومقامات أصفهاني والحريري ثم السير الشعبية، إلا أن هذه الأعمال لم تعرف الانتشار المطلوب كما حصل مع الأعمال السردية في أوروبا والغرب عامة بعد اكتشاف الطباعة. هنا لعبت اللغة دورا مفصليا في تطوير هذا النوع الأدبي وانتشاره، أما العرب فلم يعد إلى اليوم اهتماما بلغة الأدب الشعبي. قضية القصص صار في روايات بفرنسا بالقرن الثالث عشر في اسمه رومان، le roman de Renard et le roman de Renard et le roman de la Rose. هو الاثنين باللغة مش الفرنسية ولا الجالو رومان، يعني الخليط كانت بسموها اللونج رومان بوبولار، اللغة الرومانية، الروماني بمعنى روما يعني إيطاليا. هلا فتسموا القصص اللي مكتوبة باللغة الرومانية صار اسم علم، صار اسم جنس، صار اسم جنس، صار الرومان الرواية اسمها رومان، يعني شيء مكتوب باللغة الرومانية. وكملت إلى حتى الرومان دو رونار
رونار هو اسم علم تبع الثعلب. الثعلب اسمه كان جوبي. ف يعني كل التحولات اللغوية. خطط الرواية وقتها بأوروبا خطواتها الأولى من القرن الثامن عشر، يعني شوف قد ايه انتظر منيح حتى يوصل. لأنه أنا طبعا كلها مرقنا من المدارس الفرنسية، إذا بترجعوا بتشوفوا بالكلاسيك لاروس، كلاسيك لاروس، المسرحيات اللي درسناهم لوسيد واندروماكو، اللغة ما هي نفسها تبع اليوم. استعمال الأفعال، أزمنة الأفعال ما نفس الطريقة. تركيبة الجملة مختلفة، طبعا ما كتير بعيدة عنا اليوم بس مختلفة مع الوقت. هذا يصير. هلا من رواية القصص إلى كتابة الرواية. المنهج الجديد اللي اتخذته للرواية العربية الحديثة في الربع الأخير من القرن الماضي، احتل الروائيون اللبنانيون موقفا مركزيا. بلا رأيي خلينا شوي نحكي عن اللبنانيين ودور كل دور كمان. نحن ما عندنا كثير روائيين بس عندنا نوعية بعكس العالم العربي. في جائزة عم تحكي لك صديقة كاتبة كويتية عاملة جائزة باسمها من مصر جاية لحالها 300 رواية هي حول صدور الرواية الأولى كرواية أولى 300 رواية بس من مصر، بينما بلبنان في نوعية صحيح. أنا أتذكر في وزارة الثقافة أمريكا باللجنة اللي تعطي جائزة صوت بعد كنا نعمل إعلان إنه بدنا نعطي جائزة أفضل رواية وأفضل رواية جديدة. مش كتار، يطلع لنا شيء 30 40 رواية. طبعا الرقم هذه شغلة كبيرة، كيف إذا 300 بس من مصر 300 بس من مصر. أنا بدي هلا عشنا نحن بمرحلة كيف هلا عم نحكي عن الرواية، عشناها كمان مع الشعر. يعني وقت كان في الشعر فكانت المشكلة يعني بالستينات، أواخر الستينات وأوائل السبعينات، يعني حداثة، تقليد، شعر حر، شعر عمودي، الشعر موزون مثل شعري، اتسيتيرا. كنت تقريبا في ندوة بالنادي عن الشعر مع شاعرين كبار انه علاقه بالشعر الحر، هو شربي الباغر وعباس بيضاء. ف فعشنا فترة الصراعات بين الشعراء، بدر شكر السياب، ناصر الملايكي، عبد الغني البياتي، سعد عقل، اتسيتيرا. وهون لابد لي من ان نذكر بالخلاف الطريف الذي ساد بين ناصر الملايكي وبدر شكر السياب. مين كتب اول قصيدة حرة؟ بالرواية نفس الشيء. مين خليل جبران ولا هلا عم نعيش ولا زينب. بس هيدي جينا مع الرواية عندنا نفس المشكلة. زينب سنة 1913 أو وي إذا أنا لست بإفراجي لخليل الخوري بال 59 وغابت الحق بالفرانسيس المراج. جابر عصفور هو أول واحد اعتبر إنه هالرواية هي أول رواية. يعني السؤال دائما عن الأصول، بحث عن الأصول وفي بحث عن الأصول كمان بالروايات.
لا بقى لا طعم مين قبل مين. مش انولدت او انولدت. من هون اصبحت الروايه صنعه جديده. صار في الى تحول خاصه بعد ال 75. صار في اولا تحولين، تحرر من ضوابط العقد والحبكه الدراميه، ما بقى في بالضروره عقد او حبكه دراميه، ممكن يكون في روايه بدون حبكه، روايه بدون ابطال. هاي جرب احد اصدقائنا حسدوه، عمل روايه ما في اسماء، ما لهم اسماء الابطال. غناء بطريق يعني شطاره كان باللعب. مثل ما كان بفرنسا بيعملوا روايه بدون حرف الأ او حرف الآن. اذا وبروز الانا في هذه الروايه. بالنسبه للحرب، اكيد الروايات اللبنانيه راحت اما الحرب ضمن الروايه، يعني ضمن الحرب، او الحرب باطراف الروايه. كثير من الروائيين رفضوا يدخلوا بالحرب. أخيراً في عودة إلى القصة، وهي الرائدات بالموضوع الروايات النساء، وعلى رأسهم صديقتنا علوية، يعني مش غلط هو يسموها شهرزاد الرواية دي. ففي عودة إلى القصة، والقصة هي بتكشف المكنون بداخل أو بركات يعني. فبدي أنت العلوية التي تبحث في الآباء عن قصص تترصد هدى بركات أبطالها وبطلاتها في لحظات انزوائهم في مساحات خاصة أو في خنادق تحت الأرض، لتلتقط صورا بحالات الانكماش على الذات والانعزال للبحث عن الذات وأعماقه. في رحلة البحث عن العزلة ينتهي الإنسان ليكون هو نفسه الشيء الذي يبحث عنه، وما يبحث عنه هو مزيج من الواقع والحق. فالعود إلى لسرد القصص هو عود على البدء. في البدء كانت الحكايات من الحكاية إلى الحكاية تعود. في البدء كانت حكاية، في البدء كانت رح بما انه الوقت انتهى، يعني كان المفروض نخلص الساعة 6، رح نفتح يعني 10 دقائق اذا حدا عنده سؤال للروائية او للناطق. العربي قعدنا بحدود 45 سنة لورا، ايام الجامعة لمقاعد الدراسة، خاصة أنا دارس أدب كمان، دارس أدب إنجليزي، فشغلة كثير حلوة. وشكرا للصديق والأخ الدكتور حسن النايمي على هاي الدعوة. بدي بلش أقول أنا أول شيء شو هي وحدة القياس التي اعتمدت للقول أن هناك تضخم في الإنتاج الأدبي. كلمة تضخم عادة هي وصف سلبي، يعني تضخم جسم الإنسان
كبر أكبر من حجمه، أكبر من الحجم الطبيعي له. التضخم الاقتصادي يعني وضع الاقتصاد مش منيح بالبلد. تضخم الإنتاج الروائي شو هي وحدة القياس؟ إنه تضخم الإنتاج الروائي ولا لا؟ ليش؟ أيمتى بيكون نورمال يعني؟ هاي يعني شو الوحدة القياس فيها؟ اثنين، الروائي اللبناني والعربي. يعني بالرواية باستثناء هوية الكاتب انه لبناني مصري مغربي وتبع كله بيكتب باللغة العربية، وهي بمعزل إذا كان الكاتب لبناني والله مغربي والله مصري. لما اللي عم يكتب باللغة العربية فهي رواية عربية، إلا إذا كتب باللهجة المحلية تبعه، يعني اللهجة اللبنانية أو اللهجة المغربية، فكمان هيدي هون في علامة استفهام. بس ما حكتر نحن نعطي الدور. أبسط الرواية بزمن معين، بزمن كتير قريب، ممكن نقول إنه تضخم بدل أن نقول تنامي. التنامي هو التنامي الطبيعي، بس أنا رأيي الشخصي إنه مثل ما قلت بالبداية إنه انهيارات مدن عربية، يعني شعر كل إنسان بده يروي حكايته، شي رجع للتاريخ، شي رجع يعني في كتير مبررات. وبنفس الوقت يمكن بلبنان بلد صغير والرواية عم تتنامى، ما في تضخم بقدر ما في تنامي. بس بالدول العربية بمصر لحالها آلاف الروايات كل سنة. بالخليج بشكل، واجت الرواية الرقمية واجت يعني في إقبال على الرواية من باب الاستسهال، من باب يمكن كمان مثل ما قلت الجوائز العربية ساهمت كتير. فعلا انه الناس كل واحد حاسس انه بده يكتب رواية. هلا النوعية هي موضوع ثاني. بعدين الخطر بالجوائز أنا برأيي يلي هو بيساهم بالتنامي إنه ضرب النقد الجاد، يعني أخذ محل النقد. هذا الخطر بالجوائز العربية يعني كثير، يعني صار كأنهم هن المرجعية. الناس بتنطر الجائزة لتقرأ، بينما المفروض إنه تنطر لحتى تقرا النقاد شو بيكتبوا. هلا باوروبا الجوائز كمان بيبقوا بالعالم، الجوائز بتبيع كثير بس ما بتلغي دور النقد كمان، عدا انه في مقاييس فنيه. طبعا في اعتبارات فنيه وين ما كان للجوائز، بس المشكله انه نحن الاعتبارات ما عم تكون نقديه بالجوائز. كمان إلى دور بهالتضخم. اليوم أي حدا صار بيستسهل يكتب على أي وسيلة من الوسائل، الفيسبوك، انستا، أي شيء، وفي جمهور معين بزقف له، رغم إنه هالجمهور هيك بيكون لا له علاقة بالأدب ولا له علاقة بشيء، ولكن عم بيعطيه مثل ما بقول معنويات كاذبة، عم بيحمسه يكتب شيء وهو ما له علاقة. فيمكن من كمان هيدا سبب من اسباب التضخم الاستسهال، وانه نحن قادرين نكتب بشكل النصوص بتحط عليها رواية عم تكتب يعني لأنه من باب التسويق، لأنه ما يعني حسب دور النشر، معرفتي بدور النشر ما عم يقبل ينشر الشعر كله، كله بده ينشر رواية لأنه بتبيع. وعم يكتبوا عنا على الفيسبوك وكتبوا نقاد كبار عنهم يعني بدون أي ضمير، كما لو إنه هذه رواية تعظيمي. يعني ما في كنترول، مثل ما في خراب بالسياسة في خراب بالعباد. حتى عم تحول الشعراء لرواة. لكن نحن إذا ما في أسئلة طالبة دكتوراه في جامعة القديس يوسف. سؤالي هو: أولاً، بما أنك تلجئين إلى استخدام الانحرافات السردية
التي تعمد إلى تكسير خطية الزمن في رواياتك كالاسترجاع والتذكر والمونولوج وغيرها. سؤالي هو: هل لذلك علاقة بمقاومة حاضر النسوة في رواياتك وللتخفيف من معاناتهن، أم هو أسلوب جديد في الكتابة للبحث عن الهوية النسوية المفككة والضائعة؟ وشكرا. لا، أنا يمكن بيعرفوا النقاد أكثر مني، أنا ما بعرف نظر وبعرف أكتب، بس حسب تصوري إنه خاصة بمريم الحكاية في لعبة السرد أكيد فيها الزمن بيروح وبيجي بسرد كتير سلس. يعني حتى أنا يعني بدون ما أشعر كنت عم حاول أعبر عن 3 أزمنة، الجدات والأمات والبنات، وكنت عم بتنقل من اللغة العامية والفصحى والشعرية والتأملية واللهجات يعني بحرية مطلقة، مثل ما قال بأسلوب شهرزادي. أنا فعلا مؤثرة بالتراث العربي المشرقي بدون ما انقطع عن التجارب العالمية. هذا أعطاني قدرة على بناء هوية ذاتية لإلي. أنا قلت الرواية، كنت بالكويت الأسبوع الماضي بمعرض الكتاب، عندي ندوة عن الهوية، فاللي قلته إنه لغتي والرواية صارت هي هويتي، بوقت إنه صار كل الهويات يعني مؤذية وفقدناها. فالرواية هي هويتي، يعني حاولت إني أخلق أسلوبي. ما بدي أقول أسلوب جديد، هذا بيعملوا النقاد، أنا مش حقي أقول جيد ولا مش جيد. أنا هيدا كان أسلوبي الشهرزادي الحديث، بس بشكل كتير سلس. يعني تناسل الحكاية كان بخليني أرجع بالزمن، يعني تأخيرا أو تقديما. شكرا. بس ناخذ اخر سؤال لدكتوره حسن عبور. بما قال مريم الحكايه لازم نقراها، لاني كشفتي على امور لم تكن تتجرأ المرأة ان تحكي فيها. فمن هون اجت جرأتي، واللي ما بيعرف انه اخذت 10 سنوات لتكتب روايه مريم الحكايه، ونعرف عندها انه قد ايه السرد عندها مهم، وبعده لليوم في مشاهد بتجي لوحدها، لانه هذا اكثر دليل انه الروايه قد ايه ناجحه، هو بالمشاهد اللي والصور اللي دائما بتتكرر في حياتنا بتطلع تجي من الروايه نفسها. بس حبيت هنيك. شكرا، وشكرا للدكتور ولأستاذة عربية، وشكرا لكم لحضوركم.